هل عمرك حسيت ان الدنيا خلاص بتبوظ وان كل يوم في مصيبة جديدة وتقوم قايل لنفسك يا عم خلاص احنا الجيل الاخير، دي شكلها كده نهاية الدنيا، نهاية العالم، خلاص القيامة هتقوم؟ لو ده بيحصل معاك فمبروك عليك، انت وقعت في واحدة من اخطر الخدع النفسية اللي اسمها نوبة الانقراض. ايه هي نوبة الانقراض؟ هي فكرة ان الناس لما بتشوف كوارث حواليها بيتهيأ لهم ان كل حاجة خلاص بتنهار وانهم عايشين في نهاية العالم. بس الحقيقة ان الدماغ بتضخم الكارثة وتعممها على الكوكب كله، مع ان اللي حاصل غالبا بيكون جزء من دورة طبيعية أو أزمة محلية أو حتى أزمة دولية طبيعية تم التعود عليها. في عدد من الباحثين أشاروا إن الخوف من الانقراض محفور جوانا من أيام ما كنا بشر بدائيين. أي تهديد وقتها كان بيساوي نهاية القبيلة ونهاية الجنس البشري، والمخ لسه بيستخدم نفس الآلية لحد النهاردة. بس بدل ما كان قبل كده بيخاف من نمر طالع له من ورا الشجرة، يعني خوف حقيقي على حياته الشخصية، دلوقتي بقت الأخبار الاقتصادية وتغيير المناخ والصراعات السياسية بتعمل عنده نفس الإحساس بالظبط، الإحساس بالانقراض ونهاية العالم. الدراسات الحديثة بتقول إننا بنميل نصدق إن النهاية خلاص بتحصل لما بنشوف 3 حاجات: 1. تغيير مفاجئ، 2. فقدان سيطرة، 3. انتشار تشاؤم جماعي وخاصة على السوشيال ميديا. وده بيخلق حالة نفسية اسمها التفكير الكارثي. في مثال واقعي على الموضوع ده، ان في سنة 1972 طلع تقرير شهير اسمه حدود النمو، قال ان العالم هينهار متوقع في خلال 30 سنة من اللحظة دي. ليه؟ بسبب الحرب الباردة وغيره. دلوقتي احنا عدينا اكتر من 50 سنة من التاريخ اللي كان متوقع او من تاريخ التقرير الشهير اللي طلع، ومع ذلك لسه الكوكب مكمل عادي بأزماته وتطوره برضه. لكن الناس بدأت تتأثر، بعضها بدأوا ان هم يدخلوا في موجة يأس بسبب التقرير ده، وبعضهم قفل مشاريع، وبعضهم خلوا في افكار ما تتطورش وبدأوا ان هم يقفلوا الدنيا. ده بيحصل حوالينا طول الوقت. مثلا شاب شايف ان مفيش امل في تعليم فيقرر يسيب الكلية خالص، او موظف حاسس ان السوق خلاص بينهار فمش بيحاول يتعلم اي مهارات جديدة. واحدة عايشة في قلق من المستقبل الاسود من وجهة نظرها فبتنسى تستمتع باي حاجة في الحاضر. بس خد بالك، نوبة الانقراض مش بس وهم، دي عدوى نفسية بتتنقل بسرعة من شخص للتاني عن طريق الأخبار والسوشيال ميديا. والخلاصة هنا اللي عايز أقولها لك إيه؟ إن العالم فيه مشاكل، بس مش نهاية الدنيا، مش نهاية الحياة، مش نهاية العالم. مخك اللي ناوي يحميك ساعات بيبالغ ويضحك عليك. عشان كده قبل ما تقول احنا الجيل اللي هيشهد النهاية او خلاص هتقوم الساعة، اسأل نفسك هل ده تحليل واقعي ولا مجرد نوبة خوف مغلفة بحقائق ناقصة؟ عيد التحليل من جديد وما تنجرفش وراء تشاؤم عام يوصل بيك إلى الإحساس بنوبة الانقراض.